الو الو، ايوه يا مصر، انا هولدي يا مصر، احنا تايهين يا مصر يا مصر. مفيش دولة في الدنيا طول عمرها زي الفل وصحيحة وجميلة، دايما الدول والحكومات هناك إيجابيات وهناك سلبيات. يا كلب يا خاين، مش الشعب المصري بس، الشعب العربي كله واحد واحد يعدي عليه يبولوا على وجهه. لما تيجي تقول عشان ما نعلى ونعلى ونعلى لازم نطاطي، إذا كانت السمة الموجودة هي النفاق عشان تصل إلى أعلى المراتب، يجب أن يتغير هذا الأسلوب. يجب أن يكون الشرفاء هم الناس اللي الناس تختار منهم ليمثلوهم في البرلمان. ال5% اللي هم قوامهم 28 عضو في مجلس النواب اللي وفقا للقانون بيعينهم رئيس الجمهورية. تقييمك للبرلمان لا تقييم للأسف الشديد شيء لا يحمل مكانة اسم هذا البلد العظيم. هذا الخاين الداعر يا كلب. مبررات تقييمك ده ايه؟ عندما يكون واحد في هذا البرلمان يتهم اللي بيقول ان الجزيرتين مصريتين انه خاين، ده لمين؟ ان هو جزيرتين سعوديين غصب عنكم يا خونة. احنا نسيبتنا صدى وخلاص وربنا. الحكومة تدافع عن حق السعودية، ده في حد ذاته صياغة غريبة جدا. أرجو إن الموضوع ده ما نتكلمش فيه تاني. هو ليه لما بنختلف لازم نبقى أعداء؟ يعني إيه الحكمة في إنك أنت لما تقول رأي مخالف ليا أبقى أنا عدوك؟ بقول هو رجع يطلعوا يقولوا علينا إخوان. يا سيدي أنت لا إخوان ولا أخوات حد، أنت واحد فنان كلم في أمور لا يفهم فيها فوقع في المطب وأخطأ وارتكب جرائم يعاقب عليها القانون. إيه ده؟ طب ده تقييمك للبرلمان. طب الاعلام شايفه هل الاعلام فهم مطبلاتيه زي ما البعض بيقول ولا اعلام متوازن؟ لا، في اعلام مطبلاتيه بلا رحمه. بمعنى يعني وبعدين في الاخر بتقول اعلام العار، احنا مش اعلام عار، انت اللي عار لما تخش في السياسه، انت اللي عار لما تتكلم في حاجه مش فاهمها. الرئيس يتقري ان الراجل ده عايز يعمل للبلد حاجات كبيره قوي فتديله مشروعات عظيمه جدا عشان تاخد منه كل ما لديه من امكانيات ماديه، فلما يخلص كل ما لديه من امكانيات ماديه يلاقي نفسه عايز فلوس تاني، فيروح لصندوق النقد فيفرض عليك شروط فتحرر سعر الصرف، فالحاجات تغلى، فلما الحاجات تغلى تفقد شعبيتك. الاسعار عايزين تسيطروا عليها، الحاجه اللي تغلى ما تشتروهاش. بمنتهى الصراحه، في تعليم ولا مفيش تعليم؟ لا، مصر ما فيهاش تعليم. ليه ما سالتنيش في صحه ولا لا؟ مصر هذا الكلام كان هو الاولى بالاهتمام قبل المشاريع العملاقه دي. طيب هل الرئيس ابو خليل مش شايف كده يعني يقول لك امام بهدل درويش كده معارض للسلطه، معارض للدوله، معارض للنظام؟ ما هي الاجهزه القانونيه عارفاني اذا كنت انا معارض ولا بحب بلدي. وكده بتلون والكل هيقلع في الكركون. هو ليه لما بنختلف لازم نبقى اعداء؟